إذا أنت هلأ عم تمر بوقت صعب لا تطلع من هالفيديو. مو كل شي عم بيصير معك هو ضدك، في أشياء عم بتوجعك اليوم بس رح تشكر الله عليها بعدين. اسمع للنهاية لأن يمكن هالكلام مانو مجرد فيديو، يمكن يكون رسالة إلك أنت بالذات. لا تغير الفيديو، خليك هون. في لحظات من حياتنا منحس إنه كل شي عم ينهار حوالينا، تعب، ضغط، خيبات، وأحيانا صمت طويل ما حدا بيفهمه غير الله سبحانه وتعالى. ومن جواتنا بصير في صوت عم يسأل ليش أنا؟ ليش عم يصير معي هيك؟ بس الحقيقة اللي لازم نوقف عندها شوي إنه مو كل وجع جاي ليكسرنا، في وجع جاي ليبني شي فينا ما كان رح ينبني بدونه. الابتلاء مو دائما عقوبة، أحيانا بيكون رسالة إنه الله عم يجهزك لشي أكبر، عم بينقي قلبك وعم يبعد عنك ناس أو طرق ما لإلك. حتى لو أنت هلأ مانك فاهم الحكمة، مثل الذهب تماما ما بيصير نقي إلا بعد ما يمر بالنار، ونحن كمان منمر بنار التجارب بس مو لننحرق، بل لنصير أقوى وأنظف من جواتنا. الصبر مو بس أنك تستنى الفرج، الصبر أنك تكمل حتى وأنت موجوع، وأنك تمشي بطريق مو واضح بس قلبك بيقول يا رب أنا واثق فيك حتى لو ما فهمت. وهذا أصعب أنواع الإيمان، إنك تثق وقت ما في شي حواليك بيطمنك. وفي شي مهم لازم ننتبه له، إنه مو كل شي بيضايقك هو شر، ومو كل شي بننحرم منه هو خسارة. في أشياء بتتاخد من حياتك بس بعد وقت بتكتشف إنها كانت أكبر رحمة لإلك، وفي أبواب بتتسكر بوجهك بس يمكن لو انفتحت كانت ضيعتك. يمكن أكتر شي عم يكسرك هلأ هو نفسه الشي اللي رح يبني أقوى نسخة منك بس بعدين. بس أنت هلأ ما عم تشوف الصورة كاملة. فإذا أنت هلأ بمرحلة صعبة لا تحكم على حياتك من نص القصة. أنت هلأ يمكن بالفصل اللي كله ظلام بس القصة لسه ما خلصت. الله ما بيترك عبده وما بيبتليه ليهينه، بل سبحان الله ليقربه وليقويه وليصنع منه شخص جديد. لهيك صبر، مو لأنه الصبر سهل، لا، بس لأنه اللي جاي أرحم وأجمل مما بتتخيل. ويمكن بعد هالمرحلة شو بدك تقول؟ الحمد لله أنه كل هالشي صار لأنه غيرني للأفضل. الله ما بينسى عباده وما بيترك قلب انكسر إلا ليجبره بطريقة أحلى وأجمل مما بتتخيل. لهيك صبر وقول يا رب، وانت واثق من جوات قلبك إنه الفرج قريب، قريب كتير.